كان تقدم الخرائط العربية محدداً بمدى تطور علم الجغرافيا ذاتها، ولذلك لم تحتل الخرائط العربية مكانة بارزة في النهضة العلمية العربية إلا بعد أن ترجمت الكتب القديمة، ولا سيما كتب اليونان، وعلى الأخص ما كتبه بطليموس. وقد حافظ العرب على هذا التراث، وتقدمت معرفتهم الجغرافية شوطاً بعيداً عما كانت عليه عند اليونان. واستطاع العرب أن يحافظوا على استمرار تقدم الخرائط القديمة حتى عصر النهضة، على الرغم من عدم وجود اتصال مباشر بين الخرائط العربية والأوروبية. وبلغت جهود العرب ذروتها في القرن العاشر بكتابات البتاني والمسعودي، فقد خالف أولهما كثيرا من آراء بطليموس، واعتبر أن المحيط الهندي بحر مفتوح، بعكس بطليموس الذي كان يعتقد باتصال ساحل إفريقيا الشرقي باليابس الآسيوي عند شبه جزيرة الملايو. واكتملت معرفة العرب عن العالم بما كتبه البيروني عن الشرق والإدريسي عن الغرب. محمد بن موسى الخوارزمي وضع الأساس الأول لعلم الجغرافيا العربي، وقد ألف كتابه صورة الأرض، وهي الترجمة المعهودة في ذلك العصر للفظ جغرافيا اليوناني في النصف الأول من القرن التاسع الميلادي. ويعتقد بأن هناك صلة بين هذا الكتاب وبين خريطة العالم التي تعاون على رسمها نفر من الباحثين تحقيقاً لرغبة الخليفة المأمون. ولكن معظم الخرائط التي ساهم في رسمها الخوارزمي قد فقدت، باستثناء 4 لوحات فقط تقوم أهميتها على أنها تمثل أقدم ما وصل إلينا من الخرائط العربية. أما أشهر صناع الخرائط العرب في هذه الفترة المتقدمة فكان أبو حسن المسعودي، المولود في بغداد، والذي أمضى شبابه في الترحال ودراسة المؤلفات الجغرافية التي تيسرت له في عهده. ويعتبر مروج الذهب ومعادن الجوهر تسجيلاً لما اكتسبه المسعودي من خبرات في هذا المجال. وبقيت خريطته التي رسمها من أدق الخرائط العربية التي ظهرت في ذلك الوقت. وكان يعتقد باستدارة الأرض، وقد رسمها في خريطته، وقد اخترق سطحها خطان رئيسيان متعامدان: خط الاستواء مراً بجزيرة سرنديب وهي سريلانكا اليوم، وخط الآرين مراً بجزيرة زنجبار. وبالإضافة للعالم المعروف، فقد كان يعتقد بوجود كتلتين من اليابسة، كتلة في البحار الجنوبية وأخرى على الجانب الآخر من العالم المعروف، وذلك للمساعدة على حفظ توازن الأرض. وقد ظهر في هذه الفترة نوع فريد من الخرائط تمثل في خارطة ابن حوقل. اعتمد أبو القاسم محمد ابن حوقل البغدادي الموصلي في إنشاء خريطته على كتاب الإصطخري. ويتضح من دراسة هذه الخريطة أن السواحل تظهر إما على شكل خطوط مستقيمة أو أقواس من دوائر، كما تظهر الجزر والبحار الداخلية كبحر قزوين وبحر آرال على هيئة دوائر كاملة، والخريطة كلها مرسومة بطريقة هندسية تخطيطية. وإذا كانت الخرائط العربية قد بدأت تزدهر في القرن التاسع الميلادي، فإنها بلغت القمة في القرن العاشر الميلادي، ممثلة في تلك السلسلة من الخرائط التي أطلق عليها اسم أطلس الإسلام، والذي يمثل أوج ما بلغه فن الخرائط عند العرب. ولا تنفصل سلسلة الخرائط هذه عن مجموعة الكتب العربية التي تعالج موضوع المسالك والممالك، وهو نمط يرجع في الأصل إلى البلخي أحد العلماء المسلمين، وأخذه عنه وأضاف إليه الإصطخري، وعليه اعتمد ابن حوقل الرحال البغدادي والذي عاش طويلا في شمال إفريقيا. وأطلس الإسلام هذا يحتوي على 21 خريطة، أولها خريطة العالم المستديرة، تليها خرائط جزيرة العرب وبحر فارس والمغرب ومصر والشام وبحر الروم، ثم 14 خريطة تمثل الأجزاء الوسطى والشرقية للعالم الإسلامي،
الجزيرة، العراق، خورستان، فارس، كرمان، السند، أرمينيا ومعها آران وأذربيجان، الجبال، كيلان ومعها طبرستان، بحر الخزر، صحراء فارس، سجستان، خراسان، ما وراء النهر. والغرض الأساسي من الأطلس هو تصوير العالم الإسلامي بالذات وفقا لمفهوم هذا اللفظ عن الإصطخري وابن حوقل الذي يقول: وقد فصلت بلاد الإسلام إقليما إقليما، وسقعا سقعا، وكورة كورة. أما الخرائط نفسها فهي تدل بوجه عام على معرفة بالحقائق الجغرافية أدق مما كان عليه الحال في أوروبا في ذلك العهد، كما أنها جاءت خلوا من صور الناس والحيوانات التي كانت تحفل بها الخرائط الأوروبية في العصور الوسطى. وفي المغرب العربي صنع الإدريسي الذي تعلم في قرطبة وعاش في صقلية كرة أرضية من الفضة كتب عليها بأحرف عربية كل ما كان يعرف من البلدان المختلفة، وقد أهداها إلى ملك صقلية روجر الثاني. لكن هذه الكرة فقدت، وقد سجل الإدريسي مشاهداته أثناء رحلاته في كتاب أطلق عليه اسم نزهة المشتاق في أخبار الآفاق. وكان هذا الكتاب عونا للمستكشفين البرتغاليين في القرن ال15 على ارتياد الأماكن المجهولة. وكان الإدريسي يعتقد بأن الأرض مدورة كتدوير الكرة، والماء لاصق بها راكد عليها ركودا طبيعيا لا يفارقها، والأرض والماء مستقران في جوف الفلك كالمحة في جوف البيضة. وقد احتوى كتاب الإدريسي على خريطة للعالم المعروف، وصنع أيضا خريطة على شكل مستطيل من الفضة كانت أكبر الخرائط القديمة في العالم. وتضمنت هذه الخريطة حسب قول الإدريسي صور الأقاليم ببلادها وأقطارها ومواقع أنهارها وعامرها وغامرها والطرقات والأميال والمسافات والشواهد. وقد استخدمت الألوان في هذه الخريطة، فظهرت البحار مرسومة باللون الأزرق، بينما استخدم اللون الأخضر للأنهار، واللون الأحمر والبني والأرجواني للجبال، أما المدن فقد رسمت بدوائر مذهبة. وشكلت خارطة الإدريسي الأوج الذي بلغه فن رسم الخرائط عند العرب. ورغم تلك الجهود العظيمة التي قام بها العرب، فقد كانت إضافاتهم إلى فن الخرائط بالنسبة لمعارفهم عن العالم قليلة، وقد أثارت بقلتها دهشة كل من درس الخرائط العربية. فقد عرف العرب أوروبا بأجمعها باستثناء شمالها، وعرفوا النصف الجنوبي من آسيا، كما عرفوا إفريقيا الشمالية حتى خط عرض 10 شمالا، وعرفوا أيضا ساحل إفريقيا الشرقي حتى مدار الجدي. ولم تقتصر معرفتهم على بلاد الإسلام وحدها، بل تجاوزتها بصورة ملحوظة. أما عن إفريقيا فإن أول مرة يظهر فيها جوف إفريقيا بوصف مفصل كان في مؤلفاتهم. وقد استمرت معلوماتهم تمثل القول الفصل في هذا الصدد لحين ظهور المستكشفين الأوروبيين في القرن ال19.